السلام عليكم، اهلا بكم من جديد وحلقه جديده واضاءه غريبه. انا عارف، سامحوني، ولكن لازم يحصل حاجه غريبه كده كل ما اجي اصور فيديو مهم. ورحيل مارسيل كولر بعد مباراتين سان داونز، بغض النظر عن النتيجه سواء الاهلي كسب ووصل النهائي او ما كسبش النهائي. ده القرار اللي بنسبه 90% هيحصل بعد الماتشين. والحقيقه اداره النادي الاهلي هي اغرب اداره ممكن تشوفها. بتعمل في الحلو 10 من 10 وتعمل في الوحش 0 من 10. يعني ممكن النهاردة ينزلوا قرار تاريخي عالمي، وسهل جدا بعدها بيوم يعملوا قرار أغرب من الغرابة. دلوقتي مارسيل كولر هو بنسبة 95% عارف إن هو ماشي كده كده. طب إيه الدافع اللي يخليه يقدم مباريات حلوة؟ إيه الدافع إن يكون عنده شغف؟ أصل هو مش من ولاد النادي الأهلي عشان هيشتغل لحد آخر لحظة بإخلاص وبحب للنادي الأهلي. هتقولي جبت المعلومات دي منين؟ هقول لك المعلومات دي هي الاقرب للحقيقه، وبنسبه 90% ده اللي يحصل. مارسيل كولر 100% مش هيدرب الاهلي في كاس العالم، ولكن كمان مش بس كده، ده بنسبه 95% اخره ال 10 ايام اللي جايين والاسبوعين اللي جايين بتوع الذهاب والعوده بتوع صن داونز. في خبر مقلق لجماهير النادي الاهلي، وهو ان الاهلي مهدد ان هو ممكن ما يلعبش افريقيا السنه الجايه. هقول لك ايوه زي ما سمعت كده، الاهلي في حاله عدم حصوله على اللقب الافريقي دوري ابطال افريقيا السنه دي مضطر ياخد المركز الثاني الاول من بيراميدز. ولكن في ظل الاضمحلال التحكيمي اللي موجود والفجر والعهر التحكيمي الموجود مع نادي الزمالك، سهل جدا الاهلي يوقع نقط وفي نفس الوقت الزمالك يكسب نقط. هتقول لي قصدك ايه بالكلام الحلو ده؟ هقول لك ان الزمالك امبارح كسب حرس الحدود، وكان في ضربه جزاء فهمي نظمي رسمي لحرس الحدود ما اتحسبتش. وحتى الجون اللي جابه الزمالك اوله كمان كان فاول. وغلطات تحكيميه مضحكه. ليه بقول لك مضحكه؟ هقول لك علشان لو حكم الساحه ما شافهاش ففي حاجه اسمها فار جوه. فلما يبقى فيها غلطات مضحكه زي دي والفار ما يتدخلش قوي، يبقى هنا ده الضحك، ده العهر التحكيمي اللي احنا بنتكلم عليه. عشان كده بقول لك، ولو كان انسحاب الاهلي في ماتش الزمالك كان غلط، الا ان وجوده كان هيكسب شرعيه اكتر واكتر للظلم التحكيمي اللي بيحصل. هتقول لي ما انت كده ما قدمناكش حل، ولو حصل مجاملات تحكيميه لبيراميدز او الزمالك وحصل اللي انت بتقول عليه، مش هتقدر تعمل حاجه اكتر من اللي انت عملته. وطبعا انت حطيت راسك في التراب زي ما بيقولوا. هقول لك كلامك ممكن يكون صح، ولكن الأهلي علمنا وعرفنا دايما إن الأهلي وقت الشدة بيبان. الأهلي مطلوب منه يكسب الماتشات اللي جاية بغض النظر عن الدوري اللي بنسبة 6 و7 و98% الدوري خلصان لبيراميدز. أما مستر كولر، هل أنت مع رحيل أم بقاء مستر كولر؟ أنا مستر كولر كنت بدافع عنه لحد الصفقات ما جات، وبعد ما الصفقات ما جات ما شفتش أي جديد أو أي حاجة تقول إن الراجل ده حابب وعنده شغف يكمل. يا جماعة، الراجل ده جاي الأهلي عشان يعمل بطولات لأنه جعان بطولات. جه أول سنتين عمل كل البطولات الممكنة اللي كان بيتخيلها ولا يتخيلها يجيبها. تحس ان الراجل بقى ماشي شبعان بطولات او مش شبعان. انا حققت بطولات يا جدعان. هو الراجل شايف ان هو لو قعد سنتين كمان ما يعملش بطولات؟ انا جبت 10 بطولات 9 بطولات في سنتين. ايه ده؟ ده انا عمري كله جبت فيه بطولة تقريبا، بس تقريبا لو كان جاب كاس سويسرا حاجة زي كده تقريبا قبل كده. يعني ما خدش بطولات حقيقية. انا بحس ان هو دماغه في حتة تانية خالص. هو ما يعني دماغه مش فقدان شغف ولا لا، هو واصل لمرحلة تانية. ايه هي المرحلة التانية؟ انا عملت كل حاجة، فلو وقعت السنة دي عادي، ايه يعني؟ واحنا بالنسبة لنا مش عادي قوي، ولكن لو انت وقعت وانت ادائك كويس مش هنزعل. لكن انت ادائك باهت السنة دي، بقيت خواف وبقيت جبان، وباشا عندك حلول تكتيكية ولا خطط جديدة بتعملها. انت بتنزل لعيبة بترص وخلاص. فانا مع رحيل كولر ولكن يا اما كنت تمشيه من كام يوم او من كام ماتش، يا اما تجدد الثقه فيه لاخر الموسم. لكن تيجي تيجي في اهم وقت في الموسم تبقى انت محتار. وده اللي انا قلته الحلقه اللي فاتت. الريسك، الاهلي يمشي كولر دلوقتي ويعمل ريسك، ولا يسيبه
تمت الدنيا تمام وكسبنا، كان بيها ما كسبناش خلاص بالسلامه. ده الريسك. في ناس حابه الريسك وناس مش حابه الريسك، ولكن في كل ده الاداره المفروض هي ملهاش علاقه بالكلام ده. لو في دماغها ريسك كانت تعمله، ولو مش في دماغها ريسك تبقى تقعد لحد اخر الموسم. مش اقول يا كولر انت ما هتمشي، او كولر يعرف ان هو هيمشي كده كده. يعني انت عارف لو ماتشين سان داونز موقفين على رحيله هبلعها واقول لك ماشي، لكن نسمع كلام ان كولر ماشي بعد ماتشين سان داونز بغض النظر عن النتيجه، ده العك. ولو وصل الكلام للراجل ده حقه جدا ما يهتمش بالماتش ويقضي الماتشين وخلاص، وكده كده هياخد له شهر ولا 2 زياده على مرتب لما يمشي، ومات الكلام. دي وجهه نظري، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.